هذا الدعاء إن شاء الله إذا قلته فإن الله سيأتي بالرزق إليك حتى ولو لم يكن عندك شيء. نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيف فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما، يعني يريد أن يعطوه طعام، فلم يجد عند واحدة منهن، فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. سبحانه. فأهديت له شاة مصلية صلوات ربي وسلامه عليه، شاة مصلية يعني شاة مشوية، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام وقال: فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك.